يقولوا سكسو الدكحل بالحوت الجيجلي راه وصل للعالميه. يعد طبق الكسكس الأسود بالحوت رمزا من رموز الموروث التقليدي لمدينة الكورنيش، وقد أبدع الشاف عقبة ابن جيجل في إتقان تحضيره، مقدما هذا الطبق العريق بنكهات أصيلة وجودة استثنائية. الكسكس خديناه بالوصفه التقليديه نتاعو كما هي، ما زدنالوش حتى اضافات، انه حاولنا برك في التقديم نعطيو له طابع جمالي وعصري، لانه رانا نقدموه في مطعم لازم تكون الاطباق تكون اتيرون، تكون باهيه. اما بالنسبه للمكونات ما غيرنا والو فيه، عندنا البصل، الطماطم، الثوم، لي زيبيس، راس الحانوت، قزبر، فرفور، كحل، الرند. بما يخص انواع السمك عندك الحريه، لا على حساب الاسماك اللي متوفره في السوق. عندك الاختيار، عندك بالبونيت، عندك بالشيان دمار، عندك حتى انك تقدر تخدمه بالسردين، بالسبادون، بالليمو. انت والاختيار تاعك والقدره الشرائيه تاعك. وقد شارك الشاف عقبة في عدة مسابقات محلية وطنية ودولية ليضفي على هذا الطبق طابعا عالميا ميزه عن غيره، مما جعله خيارا مفضلا لدى الزائرين وعشاق المذاقات التقليدية. شاركت في عدة مسابقات دولية، وين كنت تشوف أطباق تقليدية يعني ما عندهاش قيمة بزاف، ويقدموها بطريقة عصرية وتاخذ جوائز. خديت المبادرة أنا وقدمت الطبق تاعنا جيجلي بطريقة عصرية، وحافظت على الذوق الأصلي تاعو. وين الحمد لله وين وفقني ربي في عدة ولاية، في عدة مسابقات خارج الوطن، خديت به عدة جوائز ذهبية. كي نحوسوا على سكسو دكحل بالحوت نجيو نقصدوا المحل هذا، يعني راهم يبدعوا في هذا الطبق ويخدموه بالمواصفات يعني عصريه وحديثه. بين أصالة النكهة وروح الإبداع يواصل الشاف عقبة رحلته في فنون الطبخ ونشر التراث الجيجلي عبر أطباقه المميزة، ليبقى سكسو دكحل بالحوت سفيرا للمذاق الجزائري الأصيل.